اللي لو حافظت عليه في علاج النحافه هيكون اقرب مما تتخيل. مبدئيا وقبل اي حاجه لا تنسوا ان انتوا تدعوا لاخواتنا في غزه. مثلث علاج النحافه بيتكون من 3 محاور بشكل اساسي. اول محور معانا وهو ان انت تظبط اكلك. لازم تظبط اكلك يا بطل عشان تبدا تزود وزنك. يا دكتور اظبط اكل ازاي؟ هتزود عن سعراتك الحراريه اللي انت محتاجها يوميا من 800 ل 1000 كالوري. طب يا دكتور احسب سعرات الحراريه ازاي؟ والله في الاف المواقع بتخليك تحسب سعراتك الحراريه، وكنا وضحنا فيديو كامل ازاي تحسب سعراتك الحراريه، ممكن ترجع له على اليوتيوب. ده واحد، وده راس وهرم المثلث. تاني قاعده عندنا في قواعد المثلث المهمه جدا، هتتمرن وتروح الجيم 5 ايام في الاسبوع، وعدد العدات بتاعتك داخل كل مجموعه تتراوح ما بين 8 ل 10 عدات باتقل وزن ممكن، مع ان انت مخلي بالك من السيفتي والامان كويس جدا. تالت حاجه يا صاحبي، لازم تستقنيس كده وتسترخي وتهتم جدا بالنوم. النوم بيشكل لك الريكفري الاساسي. مع الاكل مع التمرين هتعمل مثلث الرعب اللي لو حافظت عليه في علاج النحافه هيكون اقرب مما تتخيل.